هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بنات اصور بالقناة، ولو قناتي ما بيها تفاعل وما بيها تعليقات وهذه، بس رجعت اصور. راح اقوم انزل منه هيك كل يعني بالاسبوع فيديو او فيديوين هيك بالوقت الحالي. بعدين اذا شفت اكو تفاعل وهذه يجوز نخلي يوميا ننزل فيديو. بنات كانت عندي ظروف وما ألحق أصور، فتركت القناة فترة، وهسه رجعت إن شاء الله بخير وصحة وعافية. بنات اليوم راح أسوي لكم كرات البسكت بالكاكاو، يعني بالشوكولا مثل ما نقول. هذه البسكت هذا نطحنه وأضيف له كاكاو وحليب وشكر وزيت، وهذه الكاكاو هذه للزينة، آخر مرحلة نخليه هذه للزينة. بنات حسب الموجود عندكم تخلون يعني إضافات، إذا تخلون فستق مطحون، إذا تخلون جوز مطحون، حسب اللي أنتو اللي موجود عندكم تحبون. بس هي هاي المواد الثابتة، هذه المواد الثابتة مالت هذه الوصفة. وبعد إذا أكو إضافات يضيفونها أنتو بعد بكيفكم، أي شيء تضيفون تضيفوه وياه. فستق حلبي تضيفون بيها. هذه بنات هذا البسكت يعني حسب يعني شلون تقولين، مثلا كان مسوية 8 باكيتات بسكت، يعني إذا تقللون الكمية عادي تقسمون الكمية نصين، يعني تخلون أربع باكيتات. يعني هسه راح أخليكم مقادير 8 باكيتات أو 8 علب من البسكت، وبعدين أنتوا إذا تقللون وأطحنها وأرجع لكم. شوفوا هاي 8 علب أنا فتحت، وعادي إذا تخلون مثلا إذا هو شخص واحد يريد يسويها عادي باكيت واحد يقدر يسويها، نقلل يعني الكمية. هذه شوفوا هذه 8 علب حتى تكون قدامكم كلهن فرغتهن. هذه هسه راح أطحنه وأرجع لكم. بنات شوفوا هذه طحنته بهذا الشكل، يعني يكون نصه ناعم ونصه خشن، او تطحنونه كلش ناعم بعد حسب الرغبة، تخلون بيه يعني اخشن عادي هم تصير حسب ما انتم تحبون. بنات هسه راح نجي نضيف هذه الكمية بيها عليها. راح اخلي هذه الخاشوقة وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة، راح اضيف لنا بخاشوقة 5 خواشيق على هذه الكمية. هذه كاكاو سادة، هذا المر، هذه الثانية وهذه الثالثة وهذه النص. هذه الشكر، هذه خاشوقة. أنا أفضل الشكر المطحون بس ما عندي هالمرة. هذه الثانية، هذه الثالثة وهذه الرابعة. راح أخلي نص، يعني ما أريدها كلش حلوة، يعني هي هم بيها يعني باعتبار البسكت حلو، وبيها راح تتغلب بالشوكولاتة هاي الكاكاو يعني أسيحة وأغلفه بيها، وبيها الحليب تقريبا يعني هو هم باعتبار بيه نسبة حلا شوية. هذه المواد بنات راح أخلطها، وإذا تضيفون فانيليا بنات، أنا أشوف عندي فانيليا أني أضيف لها شوية نكهة. بنات ما عندي فانيليا للأسف بنات، كلش طيبة هذه. حتى تقدرون يعني بداخلها إذا
تحشونها يعني فستقة أو شو اسمه هذه الجوز الليب يعني هيجي. بنات هسه راح أضيف شنو الزيت. هسه خلينا احنا قلنا الحليب تقريبا 5 والكاكاو تقريبا 3 يمكن ونص، ما أعرف بالفيديو هسه أنا هم نسيتها. هسه عندنا هذا الزيت، هذه 2 وهذه 3 هذه 4 هذه 5. يعني هذه عندنا الكمية مالت البسكت هواي. بنات هنا راح أضيف حليب أخلط هذا الحليب الباودر. حليب الباودر راح أخلطه وين بالماء. هذا هيك، وراح أضيف شوية شوية لحد ما أشوفها يعني تتماسك، ما أخليها كلش لينة يعني. حليب السائل حسب متخلينه وتشوفيها إنه كلها تصير فيها تصير مثل العجينة، بس مو عجينة كلش سايحة يعني. بنات هذه هم تصير بيها هواي أشكال، يعني تسوونها رولة، تسوونها قالب، يعني هواي أشكال بيها هي هذه. بنات هنا أنا حسيت إنه بعد تحتاج لها حليب سائل، فخلطت النوب حليب وراح أخليها. يعني تكون حسب ما تحسون العجينة. إنه هسه راح أترك الخاشوقة أسويها بإيدي. لا تجيني وحدة تقول لي ليش ما لابسة شوف. أنا ما أعرف خاصة بالطبخ ما أعرف ألبس شوف، ما أعرف أستخدم شوف نهائيا. أعتقد هسه كافي يعني بعد ما أخليلها يكفي من خليتها. شوف هيك تصير يعني لا لينة كلش، ما أقدر يعني ألزمها يعني تكون. شوفوا هيك هذا قوامها يكون تكون عجينة قوية من تعجنينها يعني. بنات كلش طيبة هذه، كلش طيبة، وتقدري شكليها يعني حسب رغبتك، حسب الرغبة يعني، مو بس الكرات. شوفوا هيك تكون يعني تكون قوية. هسه أنا شو أسوي؟ راح أخليها بالثلاجة لمدة تقريبا يعني. بنات هنا أنا راح أخليها بالثلاجة، أغلفها يعني بنايلون وأخليها بالثلاجة لمدة تقريبا 10 دقايق ربع ساعة يعني أقل هيجي، أو بعدين أشكلها. بنات هسه ايش راح أسوي؟ راح أذوب هذه الكاكاو. أسمي الكاكاو، بعد يسمونه شوكولاتة، شوكولا، ما أعرف شنو. هذه أنا أسميها الكاكاو. هذه بنات أسيحها على حمام مائي، أخلي يعني دلة أو قوري أي شي عندي فوم بي، أخلي بيه مي يكون أصغر من هذه الكاسة، وأخليها على النار يفور المي، وأخلي هذه الكاسة فوقها، بس ما أخلي الكاسة تلوح المي من جوا أبد، يعني مي بعيد عن الكاسة يصير.
أي نوعية كاكاو تجيبونه، يعني مو شرط هذه، أي نوعية موجودة، بس ما يكون بيها يعني محشية أو بيها داخلها اكو نستلة أو بداخلها يصير بسكيت، اكو بيها بيها فستق، هاي السوالف لا، يعني خليوها السادة. هذه ست باكيتات من هذه الكاكاو. هذه بنات راح اخلي لها كمية، راح اخلي لها كمية من الزيت، مو هواية يعني، قولي يعني خاشوقتين هيجي. هذه الكاكاو 6 علب بيه عليه خاشوقتين زيت، شوفي الكمية قليلة كلش، حتى ما خاشوقتين فقط. واخليه على حمام مائي، على اي شي يعني اصغر من هذه، دلة، قوري، جدرية صغيرة تكون اصغر من هذه الكاسة، ويكون المي بعيد عن يعني ما يلامس الكاسة ابد، واخليها على النار، على نار هادية، بس يكون المي فاير. هذا اللي اقصده يعني تكون اصغر، يعني يكون هذه يعني ما تدخل من داخل المي، كاسة بعيدة عن المي. شوفوا كمية المي كلش قليلة. من الفور على النار اخلي هذه الكاسة عليها هيجي، واطفي النار عادي لان هي راح تسيح على الحرارة مالت المي. هذه بعد 10 دقائق طلعتها، وراح اشكلها بشكل كروي، او تريدون اي شكل يعجبكم انتو تخلوها. شوفوا شلون حتى ما تلزق بالايد يعني. أنا اليوم معزومة على فطور، فحبيت أسوي هذه كرات الكاكاو وأخذها وياي. أنا من أنعزم على وجبة وهذه عند ناس يعني أخذ لهم، أحب أخذ لهم شي بإيدي يعني، ما أحب أروح بإيدي فاضية يعني. هذه بتحاولوا تخلون الكمية يعني نفس، يعني شلون الأحجام كلها نفس وتقدرون بنات هيجي تحشوها، يعني شلون هسه هيجي، وتخلون بداخلها فستقة أو شو اسمه حبة حلوة، أي شي هذا اللي تحبوه أنتو بداخله يصير، وفستق حلبي، لب الجوز تكسروه وتخلوه يعني من عنده شوية هنا بالداخل مالتها، حتى واحد من ياكلها يلقى اكو مكسرات يعني داخلها، هم تطلع رهيبة كلش طيبة. هذه بنات شوفوا حتى ما تلزق بالايد. وانا قد خليت لها زيت، خليت لها يمكن 5 خواشيق، مو اي 5 على هالكمية. شوفوا بسيطة وسهلة، ولا تحتاج فرن، ولا توسخ المطبخ وتصير عندك مواعين وهذه، وهذه حتى لأصحاب المشاريع تفيدهم، يحسبون موادهم، ويشوفون نفسهم ايش قد خسروا، ويضيفون عليها شغل ايديهم، ويضيفون عليها الربح، ويحددون هم القطع اللي يعني ايش كم قطعة، ويطلع لهم ايش الربح مالتهم. اهم شي يطلع الربح مالتهم، اهم شي تعبهم وربحهم. ما صحيح هي شغل ما يعني ما بيها تعب، ما بيها، بس مكلفة، هم مكلفة يعني. شوفوا انا مخليه هسه وراي على الطباخ المي يفور، راح اطفيه واخلي عليه الكاسة مالت الكاكاو على نار هادية، قصدي على الحرارة مالت المي.
هذه كلش سهلة وبسيطة وحلوة. بنات أنا قبل كم سنة هم كنت فاتحة مشروع مال حلويات وهاي السوالف، يعني هذه أنا بعت من عندها، بس كنت ما أغلفها بالكاكاو يعني كانت تكلفني يعني، فأخليها هيك أو أغلفها مثل جوز المبروش، أي شي يعني أغلفها بيه. ومرات أخلي الجوز المبروش الملون يعني تصير ألوان هم حلوة تصير، أو أخليها هيجي. تصير حالاتها يعني تحسين بيها شلون يعني حلا بخيط مرورة، هذه اللي صدق ينطيها خيط مرورة بالكاكاو الباودر الموجود بيها، فيخلي بيها نكهة كلش طيبة، يعني تتوازن الحلا مالتها على طعمها كلش طيب. وإذا تسويها مرة مدة يومية تسويها، وخفيفة ما بيها ما تأذي يعني. هسه أنا أكملها تشكيل وأرجع لكم، لأن أنا إرادلي وقفة على هاي وأنا رجلي تأذيني. هنا بنات بدت تلزق بإيدي، فخليت شوية بإيدي زيت. هذه خلصتها، صارت عندي هذه الكمية. بس شنو ليش صارت عندي هالكمية؟ يعني مكبرة هذه، المرة اللي فاتت صارت أكثر يعني كان أصغر شوية. فالحجم حسب الرغبة، حسب انتو تكبروها أو تصغروها حسب يعني. فتعطيكم إذا تصغرون هذه تعطيكم كمية أكبر يعني أكثر. هسه راح وين نتجه؟ على الخطوة الثانية. بنات هذه الخطوة الثانية اللي هي شنو؟ جبت هذه صينية هيجي واخلي بداخلها كيس نايلون. انا ما عندي، جبت هذه سفرة بس ما اخليها على اللون يعني بهذا اللون يطبع، لا على الجهة الثانية حتى لا يطبع اللون، لان هذا شوية مو صحي يعني. فأنا اضطريت يعني اخليه، يعني ما عندي كيس، ما عندي نايلون. فهذه نعم شلون راح تبين بالكاميرا هسه هيك بنات. هذه شوفوا هذه لا تبين هيك. هذه هيك سيحته واخليه يبقى على المي الحار حتى ما يرجع يجمد مرة ثانية. واجيب هذه اخلي هيك، هذه اخليها داخل، احاول انشفها من خلي شوي الكاميرا اوضح تصير هيك. احاول انشفها من الشوكولاتة هيك من الكاكاو، واخليها على الكيس. هذه كلهم نفس الطريقة، ورا ما اخلصهم اخليهم بالثلاجة او بالمجمدة، ماكو هيك دقايق ويجمد، ساعة تجمد ما تبقى. حتى اذا تخلوها هيك بدون والجو يعني بارد
بدون ثلاجة. وهذه أنا صدق هاي تفيد الأهل أصحاب المشاريع، بس أصحاب المشاريع حسب المكان مرات يعني، لأن هذه تكون غالية. يعني حسب، يبيعوها بالوزن، يبيعوها مفردات، يبيعوها علب هيجي، بس تكون سعرها غالي. وهم ترجع حسب المنطقة يعني، حسب المكان. واكو طريقة ثانية بنات هسه في اليوم اطلع لكم اياها، تصير بالكيك يعني، بقايا الكيك اللي يبقى تصير بهم، تصير رهيبة كلش طيبة تصير. اوه كل ما اطلعها ترجع توقع، ما تبغى تطلع من الكاكاو. هاي بنات بعد ما خليتها بالمجمدة طلعتهن هذني، شوفوا شلون. هسه راح ارتبهم بالصينية اللي اخذ بيها، صينية التقديم. يا هاي خربت سويتها فقاصتها هذه، شوف شلون يكون شكلها. بما اني ربطها بدون قصد، هذا جاء عبد الله. نفتح الباب وارجع لكم. هلا بعبودة، هلا بيك، شلونك، شخبارك؟ تعال تعال تذوق. انا اطلع هذه اللي هسه سويتها اني، هذه فتحتها، ذوقها وقول لي. ما ادري بيك تحب هاي الشوكولاتة، حتى اذا مو طيبة تقولي طيبة. طيبة بالعافية. هاي يحبها عبد الله يموت عليها. هسه نخليها بصينية التقديم. حتى نروح على فطورنا، تأخرنا لازم نروح. هسه راح نبدل ونروح. جربوها بنات وإن شاء الله تعجبكم. شوف شكلها شلون يجنن. ما وليت شاحن. هسه اعطيك هسه اعطيك اياها، اصبري. هسه خليني اكمل دني واعطيك الشاحنة. يلا عبودة بدل غسل وبدل وليدي، يلا. وهذا اليوم نهاية الفيديو مالتنا، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. ومنها إيش راح أقوم كل أسبوع أسوي لكم وصفة، وإذا قدرت أسوي لكم وصفتين 3 وأشارككم بيها على اليوتيوب وعلى الانستا وعلى التيك توك، على كل التواصل الاجتماعي مالتي، على برامجي يعني. ويا ريت تحطون تعليق حلو وتشاركون الفيديو وتفعلون الجرس. ومع ألف سلامة.